ومدخلة بالرمال الزربية بمنطقة الأطلس الصحراوي. بداية أرحب بالجميع وأشكر كل قائمين على هذه التظاهرة العلمية التي تصبو حول الحفاظ على تراثنا المحلي وتسويقه، وبالتالي جاءت مداخلتي أنا وزميلتي الأستاذة الدكتورة عائشة حنفي موسومة بزربية منطقة الأطلس الصحراوي الجزائري المعروفة محليا بالفاش. عفوا فقط أحاول فتح التي نستطيع أن نقول كما تقدمت زميلتي منذ لحظة باعتبارها متخصصة في هذا المجال الأجنبية إذا قارناها بباقي الزرابي عبر مختلف ربوع الوطن. تتطلب هذه الزربية على غرار كل الزرابي يعني جملة من الخطوات التحضيرية، حيث كانت المرأة قبل أن تنسج زربيتها تقوم بتحضير الصوف اللازم، وقد يعرف هذا الصوف أيضا عدة تحضيرات من غسل، تنظيف من الشوائب، المشط، التمشيط، الحلاجة والغسل. تتشابه المحالج في كل نواحي بلاد المغرب الإسلامي، وكان اليهود يعني هم أكبر موزعين لمحالج بها. تأتي بعدها مرحلة الغزل التي تختلف حسب الهدف الذي تريده الناسجة، سواء بغية تحضير خيط الشبكة أو خيط الحبكة، لذلك فهي تستعمل طرق مختلفة. غالبا ما تعمل غازلة الشبكة واقفة وأحيانا جالسة، في هذه الحالة تقوم بتدوير مغزلها كما تريد باستعمال السبابة والإبهام لتحصل على أكبر قدر من الخيط. تأتي هذه السلسلة من العمليات التحضيرية أو تليها عفوا الصباغة التي تشبه باقي المناطق. يصبغ الصوف عائليا وتكلف النساء بتلك أو بهذه المهمة، حيث تستعمل الألوان القابلية بالدرجة الأولى كالكشمينة، القرمز، النيلة التي تعطي اللون الأزرق القاتم، وأحيانا يكون يعني يشبه سواد قشرة الرمان، وهذه قشرة الرمان هي التي تستعمل في استخلاص اللون الأحمر. وعن الألوان التقليدية التي تستعمل في منطقة الأطلس الصحراوي يعني اللي كانت سائدة على ثلاث ألوان، عندنا الأحمر، الأسود، والأبيض، واللي استعملوا يعني المواد استعملوها يعني هي حشرة الكشمينة وقشر الرمان. أما الأبيض كان الصوف يعني يترك على حالته الخامة.